في كازاخستان، والتي تبعد ما يقارب 150 ميلا تقريبا عن الحدود الروسية. بدأت تلك الحادثة مع ليبوف لايبوكا الذي دخل في حالة نوم غريبة ولم يستيقظ إلا بعد مرور أسبوع كامل دون أن يكون قادرا على تذكر أي شيء. يبلغ عدد سكان لاكاتشي ما يقارب 680 نسمة. أصابت حالة النوم تلك منهم 130 على الأقل، وتراوحت مدة نومهم ما بين اليوم الكامل إلى الأسبوع، عدا عن حالات الهلوسة والوهم التي يدخل فيها النائم ليتصور أشياء غريبة غير قابلة للتصديق، مثل دخول الفيلة إلى الغرفة أو تساقط أشياء من السقف وغيرها الكثير. وقد تطورت تلك الحالة في بعض الأحيان حتى أصبحت خطراً يهدد حياتهم، عندما أصبح البعض معرضاً لخطر السكتة